يا أهلا وسهلا بكل متابعين إيمان في كل مكان. وحشتوني قوي قوي من الرواية اللي فاتت. النهاردة جاية لكم برواية قوية جدا من العيار التقيل. رواية مختلفة بس متأكدة إنها تعجبكم جدا. اسم الرواية كنز جدي. يا ترى إيه اللي هيحصل مع بطلتنا؟ لكن قبل ما نبدأ رواية النهاردة، عايزة أقول لكم إن الرواية الجامدة دي بقلم الكاتبة الجميلة لياني يعقوب. وعايزة أقول لكم كمان إني نزلت رواية حلوة قوي على قناتي التانية، قصص وحكايات إيمان. اسم الرواية طفلة أوقعت في جحيمه. يا جماعة الرواية دي دمار شامل. ويلا بسرعة بسرعة قبل ما نبدأ، ما تنسوش تصلوا على النبي وتفجروا زر اللايك. يلا نبدأ. ياه، أخيرا روحت من الشغل. أوف، تعبت قوي النهاردة. أما اتصل بجده بقالي كتير ما كلمتهوش. ألو، السلام عليكم يا جدو، عامل ايه يا حبيبي؟ رد الجد وقال: وعليكم السلام ورحمة الله. عاملة ايه يا بنتي؟ اخبارك ايه يا حور؟ طمنيني عليك يا حبيبة جدك. الحمد لله يا جدو، انا زي الفل. قولي انت، اخبار صحتك ايه؟ بص يا بنتي، كنت عايزك تيجي لي هنا البلد في سر مهم جوي ولازم تعرفيه. سر؟ سر ايه يا جدو؟ خير ان شاء الله. لما تيجي يا بنتي هبقى اقولك على كل حاجة. يلا، هستناكي بكرة ان شاء الله. حاضر يا جدو، سلام. وبعد كده راحت تكلم مديرها علشان تاخد اجازة. وبعد محايلات كتير جدا ووافق اخيرا. وصحيت بدري علشان تجهز شنطتها، وهي اصلا ملهاش حد غير جدها لان اهلها كلهم ماتوا في حادثة. والصبح قامت اخدت عربيتها وراحت على البلد. وبعد وقت وصلت على الصعيد، وكانت كل ما تسأل على بيت جدها شهبور الناس تخاف ويمشوا بسرعة. سألت واحد اسمه أحمد وقال: انت تعرفي شهبور منين؟ ده أكبر معالج روحاني في مصر كلها. أعوذ بالله. ده جده، وهو كلمني امبارح علشان أجيله، بس أنا نسيت مكان القصر. ممكن تقولي هو فين؟ جدك؟ أعوذ بالله منكم، غوري معرفش. وطلع يجري بسرعة. أما حور كانت مستغربة تماما ومش عارفة هما خايفين ليه. ايه ده؟ مالهم المجانين دول؟ يخرب بيتك يا جدو، انت عملت ايه في الناس دول كلهم؟ وبعد حوالي ساعة لقيت واحدة دلتها على القصر. وأول ما دخلت لقيت جدها. فرحت جدا وسلمت عليه: ازيك يا حور يا بنتي، عاملة ايه؟ قوليلي، اتأخرتي جوي كده ليه؟ ردت حور وقالت: الحمد لله يا جدو انا كويسة، بس كل الناس اللي كنت بسألهم عن القصر كانوا بيسيبوني وبيجروا ومعرفش ليه. اه، طيب، تمام يا بنتي. انا كنت عايزك علشان اقولك على سر مهم جوي. اه صحيح، هو ايه السر ده يا جدو؟ انا عندي فضول هيجنني. فاكرة الأوضاع اللي كنت بمنعكم عنها انت وزين ابن عمك؟ ردت حور: اه، مالها؟ بصي يا حور، اقعدي يا بنتي. الموضوع ده فيه كنز كبير جوي، والكنز ده معمول عليه سحر من أيام جدي، وكان لازم ان انتوا تفتحوا الكنز ده. ولازم علشان يتفتح الكنز ده انت وابن عمك زين أم لازم تتجوزوا. وكمان في شرط تاني، انكم تتجوزوا 6 شهور. نعم، انا هتجوز حد اخر مرة شفته من 20 سنة لما كان عمري 5 سنين، وبعدين شغلي وحياتي هناك. شغل ايه وحياتك ايه اللي هناك؟ بتفكري فيها ازاي؟ بقولك كنز، اوضة مليانة دهب والماس، وانت جاية تقولي لي شغل. بتقبضي كام يعني؟ 5000 جنيه يعني ولا ايه؟ اه، يعني بتفكري في ال5000 جنيه وهتسيبي العز ده كله؟ معقول؟ والله يا جدو عندك حق. طيب، هو ما ينفعش اي حاجة تانية يعني غير اني اتجوز زين ابن عمي؟ انا مش عايزة اتجوز. لا، هي دي الشروط. ها، موافقة ولا لا؟ امم طيب، موافقة يا جدو. بس هو عارف كده بقى ان احنا هنتجوز ولا مش عارف؟ عارف وموافق، وكان مستنيك ان انتي توافقي علشان تتجوزوا على طول. ردت حور: طيب، تمام يا جدو، موافقة. كاتب الكتاب هيكون الليلة دي بالليل علشان تلحقوا ال6 شهور من الأول. ردت حور: حاضر إن شاء الله يا جدو. وفعلا جه بالليل، جه المأذون وخلاص كتبوا الكتاب. وزين وحور
يبصوا لبعض وهم كأنهم ما يعرفوش بعض قبل كده تماما. أما زين قال: بص يا حور، أنا عايزة أفهمك حاجة. أنا متجوزك مش حبا فيكي، لأ، ده علشان الكنز وبس. قال يعني أنا اللي وقع في دباديبك مثلا؟ أنا متجوزاك أصلا علشان ناخد الكنز ونتطلق على طول، أنت فاهم؟ يا بنتي، هو أنت فاكرة أني أموت عليكي ولا حاجة؟ أنا برضو متجوزك علشان الكنز، وبعد كده كل واحد يروح لحاله. يا ريت يكون تعاملنا في حدود. بص، احنا قدام جده هنهزر ونضحك ونكون كويسين، وبعد ما جده ينام، انا عارفة انه بينام الساعة 8، يبقى وقتها ما تتعاملش معايا اصلا. ده اكيد. يلا انا داخل انام. وانا كمان هنام. يلا تصبح على خير. وانتي من اهل الخير. وهما الاتنين طلعوا الأوضة، وكل واحد فيهم عاوز الكنز في أسرع وقت. أما هما أصلا مش راضين بشغلانة جدهم، بس هما لقوا جدهم بيشتغل كده، وبعدين بيخلص يومنا. وتاني يوم الصبح صحيوا كلهم، وقال زين: حور، بقولك ايه، ما تقومي كده تعملي لي انا وجده الغلبان ده واكل. لا، وما تحشرش جده حبيبي علشان اقوم اعمل لك اكل، وبعدين انا اصلا مش بعرف اعمل اكل عشان تبقى فاهم. اوبا، امال كنت عايشه لوحدك كيف؟ عادي، كنت بقضيها من عربيه عم سيد بتاع الفول والطعميه. اما في الشغل بقى لما كنت بجوع كنت باكل بطاطس سوري وكانت ماشيه. صح، ما قلتليش هو انت بتشتغل ايه؟ انا مهندس، بس الشغل مش جايب همه. انا باخد 5000 جنيه. هاي، هو انت كمان بصرة يا معلم؟ الا ما قلتليش هو انت بتشتغلي ايه اصلا؟ ردت حور: بص يا سيدي، أنا بشتغل في صيدلية. يعني دكتورة صيدلانية. يعني سرنجة. ردت حور: ظريف قوي. أنا ممكن أوريك السرنجة دي، على فكرة ممكن تعمل فيك إيه؟ ها؟ لا يا أختي، هتعمل إيه يعني؟ مش هتعمل حاجة. بقولك إيه يا واد أنت، ما تقرفناش بقى وما تصدعنيش، فكك مني. واد اسمي الباشمهندس زين. يعني انت سبت ما تقرفناش وفكك مني ومسكت في واد؟ لا، باين فعلا انك مهندس علشان كلهم معقدين. لا، احترمي نفسك وانت بتتكلمي عن المهندسين. ساعتها دخل جدهم وقال: زين، عيب كده يا ولدي، ما تتكلمش مع مراتك كده. انا فرحت ان انتم بتهزروا مع بعض، لكن حد فيكم هيتطاول على التاني مش هيحصل. طيب، ولو التطاول جه منيك انت يا زين هخليك تطلقها، والكنز هيبقى ليها لوحدها. أنا آسف يا جدي، بس إزاي هيكون الكنز ليها لوحدها؟ الشرط التالت اللي ما قلتهولكوش إنه أي حد فيكم هيتطول على التاني يبقى لازم تتطلقوا إن فات ساعة بس على عدم الاعتذار. ومش بس كده، حور هي اللي هتاخد الكنز كله لوحدها، إذا كانت هي الغلطانة ولا لأ، علشان هي البنت. أوبا، زين بليز طلقني. رد زين: لا، مش هطلقك، عايزة تاخدي الكنز كلاته لوحدك. يا جدي، أنا هقوم أعمل الفطور، بما إن حور كانت مقضياها أكل من الشارع. أنا هقوم بدل ما تعمل لنا أكل محروق. أنا مش فاهم حريم كيف دول اللي بيخلوا الدليفري اللي بيوكلهم. متأكد يا زين يا ولدي إنك بتعرف تعمل وكل، لحسن تولع فينا كلياتنا. قال زين: يا جدي، داني شيف كبير قوي. وساعتها ردت حور وقالت: طيب، مدام سيادتك شيف كبير قوي، يبقى عايزني اعمل الاكل ليه يا سيادة الشيف؟ بص يا حور، انا مش هرد عليكي لاجل الكنز. عارفة لو الكنز ده ما كانش موجود كان زماني قتلتك وارتحت منيكي حالا. يا مامي يا مامي، خفت انا كده بقى. انت فاكرني يعني كنت هبص لواحد زيك ولا ايه؟ شايف يا جدي؟ شايف بتعمل ايه؟ شايف لسانها الطويل اللي عايز قطعه؟ البت ده محتاجة رباية. والله لو طلقتها الكنز كلاته هيروح ليها، فبراحتك بقى، اعمل اللي انت عايزه، يا تسيبها على ذمتك يا تطلقها. يا جدي، ليه الظلم ده؟ كفاية اني قعدت معاها يوم اصلا، ده انا ليا الجنة. بقول لك يا جدي، انا مستحمل كتير. قلت لك تتكلم على حور حبيبتي عدل، لكش صالح بيها، دي دلوعة جدها. اما حور في الوقت ده طلعت له لسانها وبتعمل له حركات علشان تغيظه، وراحت حضنت جدها. يا حبيبي يا جدو، بموت فيك. أنا أدخل أعمل الوكل قبل ما أموت. وفعلا دخل عمل الأكل، وبعد حوالي نص ساعة كان خلص الأكل وحطه على السفرة،
وكان الأكل روعة، كانوا بجد مبهورين بيه. إلا ما قلتوليش إيه رأيكم في الوكل؟ بصراحة جميل جوي جوي يا واد يا زين، طلعت فعلا شيف جد الدنيا. حبيبي يا جدي. وانت يا أستاذة حور، إيه رأيك في الوكل؟ يا اللي كنت بتتريقي عليا، شايفك هتبلعي الطبق اللي قدامك. كنت هتخليني أشرب. بصراحة حلو قوي. هو انت ليه ما اشتغلتش شيف؟ بصراحة الأكل يجنن. والله كان حلمي، بس للأسف معرفتش أحججه، وكمان كنت عايزة أفتح مطعم، بس يلا بقى. بس انت عارفة، أول ما ناخد الكنز هفتح بيه سلسلة مطاعم وأسميها سلسلة مطاعم زين العابدين. واو، قشطة يا شيف. الرد زين. قشطة عليكي. ايه ده؟ ايه الانحدار والجرف اللي بتقولوه ده؟ أنا مش عايزة أسمع منكم الكلام المقزز ده تاني. ردت حور. قرف ايه يا جدو؟ تقصد يعني كلمة قشطة؟ اه طبعا، ده انحدار. يا ريت تنقوا ألفاظكم بعد كده، انتوا مش صغيرين. يا جدو في حاجات تانية كتير، زي مثلا يا اسطى كانت بتتقال للسواقين، بس دلوقتي كلمة عادية بتتقال للكل، ويا زميلي وحاجات تانية كتير، بس بصراحة مش فاكراهم. جدو بقولك ايه، ما تحكيلنا شوية عن شبابك. هقول لكم زمان، واني جدكم كده كنت شاب عادي، خريج كلية تجارة وبشتغل، وما كنتش أعرف إن عيلتي شغالة في العلاج الروحاني. بعد ما أبويا مات عرفت، وبقيت بشتغل في نفس الشغلانة. على فكرة أنا مش ساحر، أنا معالج روحاني. إيه ده؟ هو في فرق يا جدو؟ آه طبعا، بس بما إنكم شوية عيالة صغيرة مش هتفهموا كلامي دي. إحنا عيال؟ يا جدو ده أنا عندي 25 سنة، والبل هناك ده عنده 30 سنة، يعني عجزنا خلاص. برضه هتفضلوا شوية عيال، بقول لكم ما كنتش أعرف في سنكم. يلا سيبيكم من السيرة دي. يلا يا بنتي حور، قومي اعملي لنا شاي، ولا كمان مش بتعرفي تعملي الشاي؟ لا يا جدو مش للدرجة دي، يعني هعمل لكم النهاردة أحلى شاي دقتوه في حياتكم، وكمان شاي بالنعناع. وفعلا دخلت عملت الشاي، وأول ما داق زين الشاي، لا بصراحة الشاي تحفة جوي. طلعتي بتعرفي تعملي حاجة اهو. بقول لك ايه، ما تقلقيش، شغلتك عندي في المطعم، هشغلك معايا وأمري لله. لا أنا كان حلمي أفتح صيدلية كبيرة قوي، بعد ما اخد الكنز نفتح الصيدلية اللي كان نفسي فيها. أنا هعمل حاجات كتير قوي فيها. قشطة. وعدى الوقت وجه بالليل، وكانت حور قاعدة، فجأة دخل زين. حور، انت مش جعانة؟ أنا جعان قوي. بصراحة احنا فطرنا الساعة 9 الصبح، ودلوقتي الساعة 7 بالليل. طيب بقول لك ايه، أنا بصراحة نفسي قوي في رنجة. يا سلام، لو معاها فسيخ وبصل، ياه احلى كلام ده ولا ايه؟ بقول لك ايه، انا هنزل اجيب وارجع على طول. وفعلا جاب الحاجه، وكانت الساعه 8:30، وقعدوا ياكلوا هما الاتنين وهما مبسوطين ومتكيفين جدا. اما زين كان بيقول، الا صحيح ما قلتليش هو جدي فين؟ جدو مش بياكل الفسيخ والرنجة والكلام الفاضي ده. أنا كان في أكل باقي من امبارح، في لحمة ورز، أنا سخنتهم له وأكلهم ونام. أصلا لو عارف إن إحنا عملنا الجريمة دي بالليل ممكن يولع فينا. بصي بقى، إحنا بعد الوكل ده لازم كوباية شاي متينة بتاعتك اللي عليها النعناع دي، وبصراحة كمان محتاجة قاعدة في البلكونة. يا سلام، من عينيا الاتنين. وخلصوا أكل وعملت الشاي وقعدوا في البلكونة. زين، أنا عايزة أتعرف عليك أكتر، بحكم يعني إننا هنقعد مع بعض 6 شهور. عرفني عن نفسك. رد زين. بص يا ستي، أنا زين محمد شبهور العابدين، مهندس، عندي 30 سنة، بشتغل في الشركة، المدير فيها صعب جوي، كنت باخد 5000 جنيه وما كانش بيعملوا معايا أي حاجة، وكنت ناوي أفتح مطعم زي ما قلتلك، لكن الفلوس بقى كانت مخسعة معايا حبتين. حبيت مرة واحدة كانت بنت جميلة ونعنوشة، بس كنت بشوف صورها بس على الفيس. حور بغيرة. طيب تمام، كويس جدا، علشان لما نتطلق تروح لحبيبة القلب. ايه، هو انتي بتغيري ولا ايه؟ حور اتكسفت وقالت، يعني انا يوم ما اغير عليك انت مثلا؟ اكيد لا طبعا، مستحيل. هي ما كانتش تعرف انه بيتكلم عليها، هي اللي بيحبها من زمان، واخد الكنز حجة علشان يتجوزها، وقال انه لازم يحببها فيه، وكان دايما يشوف صورها على الفيسبوك، وكان هيموت حتى ويشوفها حقيقة. طيب بقولك ايه، احكي لي انت بقى عن نفسك. طبعا يعني غير انك ما بتعرفيش تعملي وكل،
وفشل فشل ذريع. أيوة، وكمان هضيف لك، أنا بقى حور أحمد شهبور العابدين، دكتورة صيدلانية، بشتغل في صيدلية ما يعلم بيها إلا ربنا. بشتغل 12 ساعة علشان آخد 5000 جنيه، وكان في دكتور معايا بيعاكسني، بس كنت بتجاهله لحد ما المدير قال إني حرامية وحط لي فلوس في الشنطة. بس الحمد لله الكاميرات ساعتها كانت شغالة واترفدت، وخلاص بقى ما عنديش أي حاجة تانية ممكن أحكيها، ومش بحب حد. وأنا دلوقتي معاك أهو، ومنتظرة كنز الأحلام اللي هيغير حياتي. طيب بقولك إيه، ما تيجي ننام؟ أنا بصراحة عايزة أنام جوي. وفعلا دخلوا هما الاتنين علشان يناموا، بس هي كانت بتفكر ليه لما قال إنه بيحب واحدة غارت جدا عليه. ليه؟ هي حبته، بس قالت لا، أكيد لا، هو عايز يتجوز واحدة تانية أصلا، هلحق أحبه يعني في الفترة القليلة دي؟ أما عنده هو كان بيفكر في الكلام اللي قالته، إن هي أصلا مش بتحب حد. طيب لو حبت هيكون هو؟ طيب لو قررت تسيبه بعد 6 شهور هيعمل إيه؟ هو مش بيحبها، لأ، هو بيعشقها. هو مش عايز فلوس ولا دهب ولا ألماظ، هو عايزها هي وبس. في الصباح صحيوا كلهم، وقالت حور: يا صباح الخير يا جدو يا حبيبي، عامل إيه يا روح قلب حور؟ رد الجد: صباح النور يا حبيبتي، الحمد لله، وانتوا عاملين إيه؟ ايه اخبار اكلة الفسيخ والرنجة بتاعت امبارح؟ ده انتوا جلبتوا ريحة البيت كلاته. هو انت عرفت منين يا جدو؟ معقولة الريحة تكون صحتك من النوم؟ مفيش اي حاجة في القصر دي. عموما يا ستي، بالهنا والشفا على قلبك مطرح ما يسري يمري. ايه ده؟ بالهنا والشفا على قلبها؟ طب واني ايه؟ ابن البطة السودا؟ ما خلاص راحت عليا، انا عارف، والست حور اخدت كل الدلع والاهتمام خلاص. لا يا حبيبي، انتوا الاتنين زي بعض عندي، ما تزعلش بقى يا واد يا زين. رد زين: ازعل منك كيف بس يا جدي؟ ده انت الخير والبركة يا حبيبي، انت تقول اللي انت عايزه، انا بحب انغشك بس. طيب يلا بقى قوم علشان تعمل لنا وكل، اني جعان قوي، ولا انتوا هتفضلوا مجوعيني كتير يا ولاد؟ رد زين: حاضر يا جدي، من عيوني الاتنين. وفعلا راح علشان يعمل الأكل، وحور دخلت وراه وقررت تخده، وابتدت تتسحب واحدة واحدة، وقالت: بخ يا زنزون. أما زين اتخض وقال: يا بسم الله الرحمن الرحيم، في ايه يا بنتي؟ وبعدين ايه زنزون دي؟ ردت حور: اتضايقت ولا ايه؟ حلوة كلمة زنزون ولا مش عاجباك يا سي زنزون؟ بقولك ايه، اطلعي يا حور علشان اكمل وكل، انا مش فاضيلك. طيب يا عم هطلع اهو، بس ما تزقش. وفعلا طلعت، وقال: مجنونة وبعشق جنانك ده. وخلص الأكل وأكلوا كلهم، وبعد ما أكلوا قعدوا في الصالون، وقال زين: حور بقولك ايه، تعالي نلف شوية في البلد، ادينا بناخد جولة في البلد يعني، بدل الروتين اللي احنا فيه ده. أنا عارف انك زهجانة، ومن ساعة ما جيتي ما شفتيش البلد. قشطة، يلا بينا. قامت هي وزين، وفعلا كانوا بيتمشوا في الجنينة. كان الجو جميل وشعر حور بيطير على وشها. زين كان عمال يبصلها، ما كانش قادر يشيل عينه من عليها. تعرفي ان شكلك حلو جوي وانت شعرك بيطير على وشك؟ اتكسفت حور وقالت: ميرسي. وكان في واحد بيبيع ايس كريم، بقولك ايه، تحبي تاكلي ايس كريم؟ ردت حور: قشطة يا اسطى، يلا بينا. وفعلا جاب لها ايس كريم، واكلوا الايس كريم. وزين كان مركز في ملامحها الجميلة، كان بيبص لها بكل حب، قد ايه كان نفسه يحضنها قصاد العالم كله. وخلصوا وروحوا البيت، وهي كانت غيرت هدومها وقاعدة على السرير علشان يناموا زي كل يوم. وزين جهز الفرشة بتاعته على الأرض علشان هو كمان ينام. وبعدين وقف جنبها وقال: ايه، هو انتي مش زي اي ست هتقوليلي يلا يا حبيبي نام؟ ايه، هو انت طفل صغير محتاجة هشكك واقولك نام ما تنام؟ ايوه، بس انام هنا جنبك على السرير، هو اني مش جوزك ولا ايه؟ ردت عليه وقالت: اتفضل يا جوزي يا حبيبي، نام جنبي على السرير. زين اتصدم اول ما قالت كده، ما كانش متوقع ردها يكون كده تماما. بجد، ده إيه الجمال ده؟ معقول اخيرا وافقتي؟ طيب يلا يلا ننام. وفعلا راح نام على السرير وقال:
ايه؟ انت واقفة عندك ليه؟ مش هتنامي؟ ايوه يا حبيبي، انا هنام. طيب يلا نامي. وفعلا حور هودته، وكانت ماشية مقربة على السرير، وزين كان منتظر اللحظة الحاسمة. حاضر، أنا جاية أهو. وقربت عليه، وزين كان فرحان جدا من كل قلبه إنه أول مرة هينام جنبها. الليلة دي عمري في حياتي ما هنساها، دي أجمل ليلة في حياتي. أنا النهاردة اتولدت من جديد. وبعدين نامت تحت على الأرض في الفرشة بتاعت زين. زين بصلها باستغراب، كان متوقع إنها هتنام جنبه على السرير. هو إيه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه؟ بنام وبسمع كلام جوزي. نعم، انت هتستعبطي ولا ايه؟ انا قصدي يعني انك تنامي هنا جنبي على السرير. لا يا حبيبي، هو مين قالك ان ده هيحصل؟ انت تنام على السرير، انا انام على الارض. هتنام على الارض، هنام على السرير. الله، نومة الارض طلعت تحفة. زين نزل جنبها على الارض وقال: تصدقي نومة الارض دي احسن من السرير بكتير قوي. اوعي تكوني فاكرة اني هسيبك، ولا هتقدري تضحكي عليا يا زوجتي المصونة. ايه اللي انت بتعمله ده؟ اتفضل اطلع نام على السرير. انت لو نمت هنا انا هسيبك واروح انام عند جده. لا، جده لو عرف ان احنا ما بننامش جنب بعض على السرير انت عارفة مش هيكون في كنز تماما. يلا يا حلوة، نامي بقى وانت ساكتة. يوه، ما انت مرتب لكل حاجة. مش هيصبر عليا، انا اصلا ما بعرفش انام جنب حد. وعلى فكرة انت بتشخر طول الليل. انا برضو، ده انت اللي طول الليل عمالة تشخري، ما نمتش من السيمفونيات بتاعتك طول الليل. وفضلوا يتكلموا يعندوا في بعض لغاية ما هما الاتنين راحوا في النوم. ناموا لأول مرة جنب بعض، كانوا نايمين مرتاحين جدا رغم انهم نايمين على الأرض. وبعد مرور ال6 شهور كانوا أخيرا فتحوا الأوضة ودخلوا جواها. أما زين كان واقف مصدوم لأنه هيطلقها، وحور كانت زعلانة. هو انت هتطلقني امتى؟ انتي رايدة تطلقي يا حور؟ انا مش عارفة، بس المفروض اننا نتطلق بعد 6 شهور، وخلاص فتحنا الأوضة. اني عايزة اقولك على حاجة، ما فيش كنز ولا حاجة. اني عملت كده انا وجدي علشان نتجوز انا وانتي. معقول؟ يعني انتوا بتضحكوا عليا وبتستغفلوني؟ مش مهم عندي الكنز، المهم دلوقتي انت عايز نتطلق علشان تروح لحبيبة القلب. اقولك على مين هي حبيبة القلب؟ هي انتي. كنت كل يوم افتح الفيسبوك وافضل اتفرج على صورك، كنت بحبك قوي واعترفت لجدي، وكنا متأكدين انك مستحيل توافقي تسيبي حياتك هناك وتقعدي هنا معانا في الصعيد. علشان كده اخترعنا حكاية الكنز دي. زين، بجد انت عملت كل ده علشاني؟ طيب انا بصراحة عايزة اعترف لك بمشاعري انا كمان. انا طول حياتي ما كنتش بفكر ارتبط دلوقتي خالص، لكن انا عشت معاك اجمل 6 شهور في حياتي، وانا مش عايزة اتطلق لاني بحبك. يا الله، اخيرا اخيرا قلتيها وبردتي ناري. قلبي ارتاح قوي بالكلمة دي، كأني كنت مريض والكلمة دي هي علاجي. أنا بحبك من زمان قوي، واني مستحيل كنت هوافق اصلا اني اطلقك. على فكرة انا كنت غيرانة قوي من زمان، مش عارفة كنت غيرانة عليك ازاي. كان بقالنا 3 ايام بالظبط متجوزين. اول ما حكيت لي عن البنت اللي بتحبها ما نمتش طول الليل، وكنت هتجنن، وكان نفسي اسافر مصر اجيبها من شعرها. بس دلوقتي اتأكدت قد ايه انت بتحبني. روح قلب حور، بحبك يا اجمل بنوتة في الدنيا كلها. أني عايزة أتجوزك بجد، ونفسي أخلف منك بنت تكون زي القمر، طالعة شبه أمها بالظبط. بس أرجوكي بلاش اللماضة وبلاش لسان الطويل. لا، ما هو أنت بقى يا تخلف بنت زيي بكل تفاصيلي يا بلاش. وبعدين يعني مش لساني الطويل ده اللي جابك من رقبتك وخليك تعشقني. وعدى 5 سنين، كانت حور عندها بنوتة زي القمر اسمها تاليا، وكانت قاعدة بتأكلها وبتصوت منها زي كل يوم وهي بترفض الأكل. يا بنتي تعالي هنا علشان تاكلي، جننتيني، تعالي هنا بقى صدعتيني. لا يا ماما، قلتلك مليون مرة أنا مش باكل غير لما بابا زين يجي يأكلني، بحب هو اللي يأكلني وبس. يوه، افهميني بقى يا ماما،
أنا عاوزة بابا، بابا هو بس اللي يأكلني. وفضلت تصرخ وتعيط. حور كانت متعصبة منها جدا وما كانتش عارفة تعمل لها إيه. أما زين كان رجع من الشغل وأخد بنوت طالية على رجله. هات يا حور، أنا هأكلها. أنا عارف إن حبيبة قلب أبوها دي ما بتاكلش غير من إيدي أنا. ما أنا دلوقتي بقيت الطرف التالت في وسطكم. أنا دلوقتي ماليش أي لازمة في الحياة. خلي ست تالية بقى يا أستاذ زين تنفعك. خليها هي اللي تنام جنبك بالليل وهي اللي تعمل لك مساج زي كل يوم. يا لهوي يا حور، بتغلي من بنتك؟ معقول؟ حور، انت حبيبتي اللي بموت فيكي، اوعي يكون عندك شك في كده. انت حبيبتي وبنتي الأولى والكبيرة. أما تالية هي بنتي الصغيرة. وحبيبة القلب كمان يا سيزين. على فكرة انت وحشتني قوي، بقالنا كتير ما قعدناش مع بعض. ممكن يا روحي نقعد مع بعض شوية؟ وفجأة سمعوا صوت من وراهم بيقول: نحن هنا، نحن هنا. وكان جدهم، وكمان كانت تالية. اتكسفوا جدا وقالت لزين: زين، جده موجود، نزلني، ما يصحش كده. ما يصحش كده وجده موجود؟ يا هبلة، هاني جوزك. وبعدين نزلها وقالت: طيب، بما اننا بقى متجمعين، فانا عايزه اقول لكم على سر اعرفه من زمان، وبصراحه انتوا جه الوقت المناسب علشان تعرفوه. سر ايه يا بنتي؟ قولي، هو في بيناتنا اسرار وليه بتخبي علينا؟ بصراحه في كنز اكتشفته، ولازم كلكم تعرفوا الكنز ده موجود فين، لانه مش هينفع يطلع غير لما تكونوا عارفين. معقول؟ كنز بحج وحجيج؟ هي اللعبة هتجلب حجيجة ولا ايه؟ قول يا حور، فين الكنز؟ انا هقول لكم بس بشرط واحد، كلكم تغمضوا عينيكم علشان اشاور لكم على مكان الكنز، واول ما اشاور عليه هتعرفوا هو ايه بالظبط. وبعدين يا بنتي، وبعدين بقى في التشويق ده، اني متشوق اعرف هو فين الكنز ده. لا، مش هقول غير لما تغمضوا. وبعدين قالت لهم يفتحوا، طلعت تست حمل وفي شرطتين، معناها انها حامل للمرة التانية. بجد؟ انت حامل يا حور؟ اني مش مصدق نفسي، هكون اب للمرة التانية. اني اسعد انسان في الدنيا. الف الف مبروك يا حبيبتي. هي هيجيلي نانا العب معاه. تالية كانت فرحانة جدا. وبعدين الجد قال: برافو عليك يا بنتي، كنا زمان ضحكنا عليكي بقصة الكنز، بس كانت وهمية علشان تتجوزي انت وزين. بس هو ده الكنز الحقيقي، واللي انت هتجيبيه في الطريق أكبر كنز وأجمل كنز في الدنيا. وكمان أني كنزي هو انتو. زين وحور في نفس واحد: ربنا يخليك لينا يا جدو ويديك طولة العمر يا جدي. ولحد هنا تكون نهاية رؤيتنا السعيدة. يا رب تكون عجبتكم. أتمنى لو عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم إشعار أول ما ننزل رواية جديدة. وكمان اوعوا تنسوا تشيروا الرواية الجامدة دي على الفيسبوك وعلى التيك توك ومع كل أصدقائكم. وكمان هستنى آرائكم في التعليقات وكلامكم الجميل اللي بجد بيسعدني من كل قلبي. بحب أقرأ تعليقاتكم. وكمان ما تنسوش اللايكات بيساعد غيركم إنه يشوف الرواية، وكمان بتديني طاقة إيجابية وتخليني أعمل لكم روايات كتير قوي واستمر، وبجد بتفرحني جدا. ألقاكم في رواية جديدة يا أجمل إخوات في الدنيا. مع السلامة.